أحمد السودان اليوم عرض فيلم محكمة الذئاب لأول مرة في عكا بعد عمل طويل الذي دام عدة أشهر بل سنوات لإعداد هذا الفيلم. كيف هو انطباعك أولا من هذا العرض الأول ونحن على أعتاب العرض الثاني اليوم؟ احنا أول شيء الحمد لله شكر لله وحده بعد تعب الشباب، بعد الله تعب الشباب، يعني الحمد لله رب العالمين ما ضيعناش تعب. سنة تعبنا، سنة ذبحنا، كنا في الساعة 5 الصبح ننام نرجع الساعة 5 الصبح، يعني يوم كامل 24 ساعة نقعد نشتغل على الفيلم. تعبنا كثير والحمد لله الله أعطانا ثمر تعبنا. الحمد لله النتيجة اللي وصلنا لها بأول عرض كانت مذهلة بتجنن، يعني انبسطنا كثير 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 الحمد لله. يعني ما خبتش توقعاتنا بالناس اللي جايه تدعمنا اللي جايه تتفرج على الفيلم، والحمد لله الناس طلعت مبسوطة. هذا أنا أهم من أي شيء عندي. هل تعتقد أنه من بعد هذا العرض الفكرة التي كانت من وراء الفيلم نفسه قد وصلت إلى الجمهور؟ طبعا وصلت للجمهور، انا سمعت اراء من الجمهور ويعني اراء جميله جدا. الحمد لله انا انبسطت شخصيا، مبسوط بالاراء اللي وصلنا لها، ما خابت توقعاتي بالمره. يعني الحمد لله رب العالمين، دائما بنقول الحمد لله ما ضيع تعب سنه كامله ما ضاعت، يعني بفضل الله رب العالمين. من ناحيه ما سيكون بعد هذا العرض، ما هي توقعاتك واين سيكون العروض المقبله؟ ان شاء الله راح تكون في جوله كبيره، جوله عروض كبيره، يعني مش بس بعكا ومجد كروم انه احنا سوينا الفيلم او جديدة، لا راح يكون في عندنا بطمرة، في ياسيف، سحنين. مش راح اذكر كل البلاد لانه مش راح اتذكرها، بس اكيد راح نوصل جولة كبيرة على هاي البلاد، مش راح نترك ولا بلد الا ما يوصل له هذا الفيلم ان شاء الله. كما اعلم وانا تابعتكم من قبل ان هذا الفيلم جاء بمجهود ذاتي بدون اي دعم. هل تطلب اليوم بعد كل هذا ان يقف اشخاص وراك لنشر الفيلم بشكل عالمي اكثر؟ طبعا انا اذا بدي اقول لك انه انا ما بدي دعم وما بدي مصاري تدعم، انا بكون يعني لما ماخذ الكلمه كذاب. فبالعكس انا حابب انه الانتاج العالم اللي بتنتج، العالم اللي بتدعم تيجي تشوف شو عملنا، ولا شيء عملنا شيء كبير والحمد لله بشهاده الناس، مش بشهادتي ولا بشهاده اي ممثل من اللي معنا، بالعكس بشهاده الناس. الحمد لله طلعت مبسوطه وراضيه على العمل، والعالم راح تطلع تحكي، وهذا راح يقدم الفيلم كثير لقدام. وان شاء الله ايش ما بدنا نربح احنا من هون مصاري ولا احنا ناويين نجيب معدات ونكمل نكبر شغلنا ونطور عملنا، لانه باذن الله راح يكون في مفاجاه اللي هي محكمه الذئاب الجزء الثاني. بالنجاح والتوفيق. تسونامي محمد سلامي، اليوم عرض اول لفيلم محكمة الذئاب بعد عمل طويل لاعداد هذا الفيلم. كيف هو انطباعك من بعد العرض الاول ونحن على اعتاب العرض الثاني لهذا الفيلم في عكا اليوم؟ احنا لحظة وفايتين على العرض الثاني وانطباع كثير رائع. العرض الاول كان اخبار شامل، كيف شايف ان الاخبار اجمل الشيء الثاني العرض الثاني، وان شاء الله خير، ان شاء الله خير. انطباع كثير رائع. العرض الاول اراء الناس كثير بتكسب. كيف شايف انت شايف الاخبار على العرض الثاني اكبر، مرتاح نفسيا اكثر من كيف ما كنت نفكر يعني. من ناحية عروض القادمة أين سيكون العرض التالي بعد عكا؟ العرض التالي هو المحدد لحد هسه، عرض مجد كروم بعد عيد الأضحى، رح نعلن احنا إن شاء الله. بالتوفيق والنجاح.